السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخي الصغير صفاء. فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم كريم شونتي في الدار، تحضروها ناجحه مليون في المية، وإلا جربتوها بهذه الطريقه هذه غادي تولي هي الطريقه المعتمده عندكم وما غاديش تبقاو تشريوها نهائيا، بمكونات متوفره عندكم في البيت وكتجي عاقده ومذاق تماما بحال كريم شونتي. قبل ما نبداو الفيديو كيف العاده ما تنساوش خليو لي واحد اللايك واحد التعليق باش نعرف الفيديو راه عجبكم، وبقاو معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. اول حاجه هنايا في اناء كنديروا الرابعه ديال الزبده. بالنسبه للزبده استعملوا اي نوع الزبده الا الزبده ديال التوراق هي اللي ما تستعملوهاش. انا خديت غير الزبده ديال العباره البنات كتكون بنينه. هنايا درت واحد 2 كيسان ديال سكر كلاصي كيف كتشوفوا معايا، وكندير واحد ساشي ديال الفاني، ممكن ديروا حتى الجوج. وهنا كناخذوا الطراب الكهربائي وكنبداو نخدموا مزيان هاد الزبده. بالنسبه للزبده تكون بالحراره ديال المطبخ باش تخدم ليكم. صافي كنبقى نخدم مزيان الزبده كيف كتشوفوا هنا غطيتها بهذا الشكل حيت كتبدا طير الزبده. غير بقاو كتخدموها مزيان بهذا الشكل هذا. عاد كنبداو نضيفوا باقي المكونات. صافي من بعد ما كنخلط الزبده كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، وهذيك الزبده يعني كامله كتدخل في داك السكر كلاصي، ما كيبقاش نهائيا سكر كلاصي. عاد كنضيفوا المكونات الاخرين. صافي هنا من بعد ما خلطنا الزبده والسكر مزيان والفاني، هنا كناخذ واحد العلبه ديال الياغورت ديال الفاني. ممكن تستعملوا الياغورت الفاني يكون كريمي اولا تستعملوا العقد. هو الا كان من الاحسن الياغورت الكريمي كيكون احسن من هذا العقد. انا صراحه ما لقيتوش، قضيت غير بهذا العقد. صافي ضفتو كامل كيف كتشوفوا معايا وكنبدا نخلط عادي. غادي تشوفوا الزبده حبات حيت ضفنا لهذاك الياغورت والزبده حبات، راه عادي غير بقاو كتخدموا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني ضروري واش يخدموا غير بالطراب اليدوي، نفضل تخدموا بالطراب الكهربائي باش تطلع لكم واحد الكريمه اللي زوينه. صافي هنا من بعد ما طربت مزيان داك الياغورت، هنا كناخذ كاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت. ضروري تعبروا بالعلبه ديال الياغورت. بالنسبه لهذا الكاس هذا خديت العلبه ديال الياغورت، من بعد ما ضفتو عبرت به، كتعبروا به الحليب وكتعبروا به الزيت. يعني درت علبه ونص عطاتني كاس ديال الحليب، علبه ونص عطاتني كاس ديال الزيت. انا خويتهم في هذا الكاس حيت عندي غير علبه وحده ما غاديش يعدل ليا كيف ندير باش نخدم هكا. يعني ملي كنبقاو حنا نطلعوا الكريمه ديالنا خاصنا نضيفوا شويه د الحليب وشويه الزيت، وحنا كنطربوا شويه د الحليب وشويه الزيت. وضروري نعاود نقولها لكم عبروا بالعلبه ديال الياغورت. غادي ديروا علبه ونص صافي، وغادي تبقاو تضيفوا كميه ديال الحليب وكميه ديال الزيت. صافي كتبقاو تطلعوا بهذا الشكل هذا، ودائما كنخلطوا مزيان. وهذوك الجوانب كنجمعوهم ديك الزبده وكنديروها في الوسط باش كتخدم. صافي هنا كنبقى نطرب وكنبقى نضيف هذيك شويه د الحليب وشويه ديال الزيت، وكيف قلت لكم كتجمعوا دوك الجوانب. نتمنى تكون الطريقه موضحه لكم. هنا ما بغيت نحيد لكم حتى مقطع باش تشوفوا معايا الكريمه راها كتطلع تماما بحال كريم شونتي، وحتى المذاق راه كتجي تماما بحالها وكتجي غزاله بزاف. صافي كنبقى نضيف كميه ديال الزيت كميه ديال الحليب وكنبقى نجمع الجوانب وانا كنطلع. شوفوا اللون ديال الكريمه بدا كيتبدل، يعني ما بقاش صفر، بدات كتغير اللون ديال الكريمه وغادي تولي بيضه كيف كناخذوا كريم شونتي البنات. صافي كنبقى هنايا كنستمر بنفس الطريقه. وهنا حاولت نسرع عليكم الفيديو. وهنا غادي تبان لكم كميه ديال الحليب. ملي كتبقاو تخويوها راه كتبان لكم جرات هذيك الكريمه. غير بقاو كطربوا الكريمه ديالكم حتى غادي تطلع لكم وغادي تعطيكم واحد القوام اللي باغيين، وغادي تجي غزاله. خصوصا الا درتوها في الحليوات ديالكم بلا كريم راه كتجي شي حاجه واعره بزاف. اكيد غادي نشاركها معكم ان شاء الله حلوه بلا كريم. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الكريمه وغادي تولي هي المعتمده عندكم. هنايا كنبقى نضيف كيف قلت لكم حتى كنكمل الكميه اللي عندي، يعني داك الزيت والحليب حتى كنكملوهم. دائما كنبقاو نديروا الحليب وشويه زيت، حليب وشويه زيت، هكا كنمشيو وحنا كنخلطوا. وهي محد حنا كنضيفوا ديك الكميه الزيت والحليب الكريمه كتطلع لينا وكتجي واحد القوام اللي كيجي بيض كيف كتشوفوا معايا. يعني اللون ديالها هنا شوفوا معايا راه تغير. وهنا كيف قلت لكم بالنسبه للسرعه ديال الباتور الطراب غادي ديروا اعلى سرعه به باش غادي تخدموا، اولا الا عندكم العجانه ممكن تستعملوا العجانه وتطربوا راه بسرعه غادي يطلع لكم. وهنا عارفه طولت عليكم الفيديو. صافي كنستمر بنفس الطريقه وكنبقى نطلع الكريمه ديالي مزيان. هنا حاولت نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل اكثر من القياس. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه ديال الحليب والزيت، هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا كيف كيكون كيولي بهذا الشكل هذا، كيجي كريمي وكيجي بنين. واحد الكريمه كتجي واعره بزاف. هنا الكريمه ديالنا كتكون واجده. هنا ممكن تخدموا بها ولا تخليوها تبرد
وراه كتبقى مده اسبوع ما كتخسرش نهائيا. صراحه كتجي واعره بزاف. شوفوا معايا ما كطيحش الكريمه، كتجي القوام ديالها كيجي عاقد. هنا غادي نوريكم كيف كيجي الشكل ديال الكريمه ديالنا، تخدموا بها جميع الحلويات ديالكم. راه كتجي واعره واكيد غادي نشارك معكم حلوه بها حيت فعلا كتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، والا عجباتكم كيف العاده وكنتي مازال ما درتيليش لايك ديري لي واحد اللايك، الله يجازيك بخير باش نعرف الفيديو راه عجبكم. وشكرا لكم بزاف حيت كتبعوني من اول الفيديو حتى الاخر. ها انتم شوفوا معايا من بعد ما كنشكل الكريمه بهذا الشكل هذا. انا حاولت نقرب لكم. ها انتم كيجي واحد القوام اللي عاقد وفي نفس الوقت كريمي واعره بزاف، كتجي بنينه خاصكم تجربوها. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. الا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا قناتي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الخاصيه ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه وبسلامه عليكم. ملوي مخامر كيجي واعر بزاف، وهذا هو اللي داير ضجه. الا بغيتوا الفيديو بالتفاصيل دوزوا لقناتي مطبخي الصغير ام صفاء. هنايا في قصريه كندير 2 زلايف ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الفينو، كندير معلقه ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، وكندير الملحه صافي. وكنجمع بنص سيطرو ديال الماء صافي، غير كنجمعها الماء يكون دافي، كنجمعها بهذا الشكل وكندلكها شويه صافي. من بعد ما كندلكها كيف كتشوفوا معايا كنشكلها كويرات مباشره صافي. من بعد ما كنشكلها كويرات كنديرها في اناء وكنغطيها وكندهنهم بالزيت ونخليهم يرتاحوا. بعد ما ارتاحوا هنا كناخذ الزبده والزيت اللي دوبت، ودرت 3 المعالق كبار ديال دقيق الفينو. هذا الخليط باش غادي نورق، انا ما كنديرش الخميره نهائيا صافي. كنخلط مزيان داك دقيق الفينو، كناخذ الكره ديالي ديال العشنان بعد ما ارتاحت صافي، وكنبدا نطلقها بالزيت. ومن بعد كنورق بداك الخليط. كنتني الطويه الاولى كيف كتشوفوا معايا، بعد كندير داك الخليط وكنطوي الطويه الثانيه، ومن بعد كنبدا نلوي. حاولوا ما تزيروش، دائما كنديروا مع داك الخليط واحد الكميه وكنلويو بهذا الشكل هذا، وحاولوا ما تزيروش باش ما يجيوكمش مدقسين من الداخل صافي. كنجمعهم بهذا الشكل، كنستمر بنفس الطريقه، كنطلقهم هكا. بعد ما كملتهم كنقرصهم شويه وكنبدا نطيبهم في المقله اللي كنرشوها بالزيت، وكل مره كنبقاو نقلبوهم وكنرشوا عليهم شويه ديال الزيت من الفوق حتى كيتحمروا، كيجي واحد اللون اللي مذهب وكيجيو غزالين بزاف مورقين وكيجيو واعرين. كنتمنى ينالوا اعجابكم، واكيد الا جربتوهم غادي يعجبكم بالصحه والراحه. من اليوم ما غاديش تشري المربى، غادي تحضري ليا مربى ديال البرتقال كيجي واعر بزاف وناجح 100%. الا بغيتوا الفيديو بالتفاصيل دوزوا لقناتي مطبخي الصغير ام صفاء. اول حاجه انا خديت 3 كيلو ديال البرتقال كبير بحجم كبير، كنقشرو كنزولو ديك القشره البيضاء مزيان، ومن بعد كنقطعو على شكل دوائر وكنزولو العظومه وكنزولو حتى داك القلب. بعد ما قطعته كامل كنضيف 1.5 كيلو ديال السكر صافي. من بعد ما ضفت 1.5 كيلو ديال السكر كنخليه مده ساعه بهذا الشكل هذا، كنخلطو حتى كيدوز ساعه ولا تخليوه ليله كامله صافي. كنديرو في الطنجره وكنردو يطيب. من بعد ما داز ساعه صافي، هنايا البنات كيف كتشوفوا معايا ديك القشره كنزول ديك القشره البيضاء وكنخلي غير القشره الرقيقه اللي كتكون برتقاليه كنردها تسلق صافي. من بعد ما رديتو يطيب ها نتوما، وكنبقى نزول هذيك الكشكوشه عافيه تكون متوسطه غير كيدخلوا الطياب. هنا كنقص النص الكبير كيف كتشوفوا معايا او النص الكميه الكثيره كنطحنها وكنخليه غير القليل في الطنجره. بعد ما كنطحنوا في الهشوار كنردو وكنعاود نخليه حتى كيتعسل وكيجي. هنايا بعد ما سلقت هاد القشور هادو مده 2 المرات سلقتهم البنات ضروري باش يزول المروره صافي. وكنبقى نخلي المربى ديالي حتى كيتعسل وكيوجد بهذا الشكل هذا، راه كيجي واحد اللون ديالو مذهب وكيجي غزال بزاف صافي. هنايا مباشره بديت كنعمرو في قراعي اللي كيكونوا سخانين. الا بغيتو تحتفظوا به من غير الثلاجه اولا من غير الفريكو ديروه في قراعي ديال الزاج وهو يكون مازال سخون، وقلبوهم بهذا الشكل هذا، ديروهم غير في بلاكار ما كيوقع لهم والو، يبقاو مده عام وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال المربى بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم.